انا ابتديت معاكم اتكلمنا عن مراحل الخلاص. كان في اول مرحلة كانت الخلاص من عقوبة الخطية، تاني مرحلة كان الخلاص من سلطان الخطية، تالت مرحلة كانت الخلاص من وجود الخطية. برضو يعني لو قدرتوا ترجعوا للتسجيل وتسمعوه تاني، عشان احنا يعني تقريبا هنبدأ نفصص حاجة حاجة. انا هتكلم شوية عن الخلاص من عقوبة الخطية بس من منظور تاني. انا لما باجي ببص على نفسي، باجي ابص على حالتي قدام الله من غير المسيح، عايزه ابص عليا انا باعمالي كميري. لو المسيح بص عليا دلوقتي اللي هو كلية القداسة، لو الله بص عليا يعني بقداسته الكاملة من غير ما يشوفني من خلال المسيح، هيشوف ايه؟ انا على قد ما قدرت طلعت كتاب مقدس. انا طبعا زي ما انا معوداكم، انا مش بقول حاجة من عندي، انا دايما لما باجي اتكلم بجيب الكتاب المقدس رأيه ايه في الموضوع ده. فلما ابتديت ابص الكتاب المقدس شايف الناس ايه من غير دم المسيح، شايفهم ايه. فطلعت طبعا كذا آية. في آية بتقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. يعني الجميع يعني كل الناس زاغت، مفيش حد كويس، كلهم زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. أعوزهم يعني أنقصهم مجد الله، يعني مجد الله ما بقاش فيهم. دي في رومية 3:12، ودي مقتبسة أصلا من مزمور 14. هي بتتكلم عن حالة الناس، بتقولك لا صبار ولا واحد، في رومية 3:10. في اشعياء 53:5 بيقول لك كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه. طب احنا كلنا ضللنا، كلنا بعيدنا، كلنا زغنا، مفيش حد بار، مفيش حد عارف يبرر نفسه. في تكوين 3، انا حكيت لكم القصة دي قبل كده، بس هي طبعا دي نقطة فارقة في يعني في خطة الله. كان ادم اتولد بحسب مشيئة الله، بس آدم كسر الوصية وكل من الشجرة اللي الله قال له ما تاكلش منها. بعد ما حصل كده آدم حس ان هو عريان. لما حس ان يخيطوا مآزر من ورق تين ويغطوا بيها نفسهم هو وحواء من عملهم. يعني ابتدوا يستخبوا من الله بأعمالهم. فالله شافه قال له فينك يا ادم، رحت فين؟ قال له انا شفتك، سمعت صوتك، لانك انا لقيت نفسي عريان فحاولت استخبى منك. فالله برضو ما اعتبرش اللي ادم ده عمله حاجه، فابتدى يخيط له اقمصه من جلد وغطاه. انا عايزه اوصل بايه؟ عايزه اوصل انه حتى ادم لما حاول يعمل حاجه لنفسه عشان يغطي بيها نفسه ويبقى يغطي بيها خطيته امام الله، معرفش. طب في حل تاني، ممكن اعمل حسنات كتير عشان تشيل السيئات دي. يعني ممكن اقعد اعمل حاجات كويسة مش عارف ايه عشان انا الخطية اللي انا فيها دي تتشال، او دي تتحط مكان دي. زي فكرة الميزان شوية. في آية للأسف في يعقوب بتقول، يعقوب 2:10 بتقول لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحد فقد صار مجرما في الكل. يعني ايه؟ يعني انا مش بزني بس بشتم، لا خلاص انت بقيت مجرم في الكل. طب انا مش بزني ومش بشتم، بس ممكن بفكر افكار شريرة وبقدم عطا وبروح الكنيسة، لا ده برضه انا ما يعني انا كده برضه صار مجرمة في الكل. هل قداسة الله تخليني فعلا انا فعلا مش عارفة اعمل حاجة؟ انا باعمالي انا عمالة اعمل بس انا مش عارفة اوصل فعلا لقداسة الله. هو كلية القداسة مفهوش اي حاجة غلط. بصيت كده برضو في الكتاب المقدس عن فكرة الأعمال، بصيت قعدت أقرأ عن الأعمال كتير. في نوعين من الأعمال، أعمال الله وأعمال الإنسان. أعمال الله في الكتاب طبعا في شواهد كتير، مثلا مزمور 111 بيتكلم عظيمة هي أعمال الرب، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. الرب صالح للكل ومراحمه على كل. في يعني أعمال الله صالحة. كل الكتاب بيتكلم عن صلاح أعمال الله. الله مش بيدي أعمال، يعني الله لما بنتكلم عن أعمال الإنسان، أنا بصيت في الكتاب لقيت في نوعين، يا إما أعمال نجسة، يعني في أعمال
بيتكلم عنها الكتاب ان هي بتغيظ الرب، زي في مزمور 106 بيقول واغاظوا باعمالهم بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم. وفي آية تانية بتقول تنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم. قد ايه أعمال الإنسان، يعني كل ما الإنسان يعمل حاجة هي مش واصلة لقداسة الله، مش قادرة تبرر الإنسان. في أعمال تاني للإنسان بتبقى صالحة بس للأسف مش بتبقى منه، بيبقى الله هو اللي مديهاله. في آية في أفسس 2:8 بتقول آية حلوة قوي، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني حتى الأعمال الصالحة هو اللي أعدها لينا عشان إحنا نسلك فيها. طبعا أنا سويت الدنيا شوية، بس أنا عايزة أتكلم معاكم أكتر في طب إحنا هنعمل إيه؟ في آية كده في رومية 3 بتقول فأين الافتخار؟ قد انتفى بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. الكتاب هنا نقلنا لحتة تانية خالص. الناس عمالة تعمل ومفيش افتخار، مفيش تبرير، مفيش خلاص. يعني خلاص، يعني أنا مش قادرة أوصل لقداسة الله بأعمالي. بس الكتاب قال لنا هنا كلا بل بناموس الإيمان. وابتدى برضو واحدة واحدة كده كان بولس بيتكلم برضو في أفسس 2:8 بس أول الآية لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقون في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إن إحنا بالنعمة مخلصون. النعمة اللي هي إيه؟ اللي هي حاجة إحنا ما نستاهلهاش. المسيح جه وخد العقوبة وشالها واتصلب والرب وضع عليه اسم جميعنا. إحنا دورنا إيه؟ إحنا نؤمن. النعمة مخلصون. كذا آية بتتكلم عن الموضوع ده في رومية 3 إذ نحسب أن الإنسان يتضرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. في آية تاني صعبة قوي، أما الذي لا يعمل لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. يعني لا يعمل خالص بل يؤمن إيمانه يحسب له برا. في الرب يسوع كان بيحكي حكاية عن العشار وعن الفريسي اللي راحوا دخل الكنيسة. الفريسي دخل في أول صف ووقف، طبعا تقريبا احنا حافظينها من واحنا صغيرين، وقال له يا رب أشكرك إن أنا مش مثل هذا العشار الخاطي، وأشكرك أنا بقدم عشوري، أنا بصوم، أنا بصلي، أنا بعمل. لكن العشار جه وحس بخطيته وقال له اللهم ارحمني يا الله أنا الخاطي. الله قبل العشار ما قبلش الفريسي، لان ده بيتباهى باعماله لكن ده ما بيتباهاش. ده عنده ايمان ان الله يغفر له خطاياه. حتى الله مدح العشار ما مدحش الفريسي. كان في متى كان بيتكلم متى 22 كان بيتكلم عن اول وصيه. كان واحد فريسي سأل يسوع قال له ايه اول وصيه، ايه هي اكتر وصيه عظمى في الناموس؟ كان بيجربه. كان المسيح قال له اول وصيه هي يعني ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصيه الاولى والعظمى. انا شايفه انه لو احنا حبينا الرب من كل قلبنا وكل فكرنا ومن كل نفسنا وما خليناش اي حاجه تانية تخش في حياتنا، تخش افكارنا، ابليس يدخل حاجة تانية تشغل قلبنا غيره، وحاجة تانية تشغل، ما يبقاش هو السيد، ما يبقاش هو الملك، يبقى احنا كده هنعمل كل الناموس. ده الإيمان. في رومية 5:1 فبيقول لك فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. وفي رومية 4:2 لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله. أنا ممكن يبقى لي فخر قدام الناس لو أنا بأعمالي، لو أنا بحاول أبرر نفسي بأعمالي، بحاول أشتري، يعني بحاول أرضي ربنا بأعمالي، في فخر. بس الله مش بيعتبر الفخر ده. أنا بفتخر قدام الناس بأعمالي، لكن قدام الله عايز إيمان، عايز قلب ليه، قلب حسب، يعني كان بيتكلم عن قلب داود، بيتكلم حسب الله، يعني ده قلبه
حسب مشيئة الله. في عبرانيين 11 بتتكلم، يعني الإصحاح ده اسمه إصحاح الإيمان، يا ريت كلنا نقراه. بيتكلم يعني إيه إيمان. يقول لا ترى بإيمانهم تبرروا. مفيش واحد كان يستاهل يتبرر لو بصينا على أعماله. لو بصينا على إبراهيم أبو الإيمان، إبراهيم كذب مرتين. إبراهيم ما صدقش في وعد الله واتجوز هاجر. إبراهيم عمل خطايا كتير جدا، لكن كان مؤمن، آمن بوعد الله. أنا مش هقرا لكم آيات كتير عشان أنا داخلة متأخر. في حاجة أخيرة في رسالة يعقوب مهمة قوي إن أنا أشارككم بيها. بتقول ما المنفعة إن قال أحد له إيمان ولكن ليس له أعمال. يعقوب كان مركز على الموضوع العملي أكتر. أنا ممكن أقول إن أنا مؤمنة، بس أنا قلبي مش مع الله، فكري مش مع الله، مش مسلمة له كل حياتي، واقعد اقول قدام الناس انا مؤمنه انا مؤمنه وانا مش مؤمنه. ايه اللي هيبين للناس ده للناس دي ايماني؟ الاعمال هي ثمر الايمان. انا قلبي مؤمن، طول حياتي عايزه اتغير الى تلك الصوره عينيها، عايزه ابقى شبه المسيح، عايزه اتغير، عايزه اكبر في معرفته اكتر، عايزه اعرفه اكتر. هو ده الايمان الذي يخلص. لكن إن قال أحد إنه له إيمان وليس له أعمال، هذا الإيمان لا يخلص. نوع الإيمان ده اللي هو بالبق، اللي هو في ناس بتقول يا رب يا رب ولكن قلبهم بعيدا كل البعد عنه، دول الله هيجي في الآخر يقول لهم أنا لا أعرفكم، أنا ما أعرفكوش. عايز القلب اللي هو مش حار، قلب لحم، ويبان عليه ثمر. يبان ازاي؟ بالأعمال، إن هو حد بيتغير، بيبقى زي المسيح يقول يفعل خيرا، يبقى بيحب الناس بجد عشان بيحب الله، شايفهم من خلال المسيح، مش عشان هو بيحاول سوري يعني في الكلمة يرشي الله بحبه، لا، ده هو الله حط جواه الحب ده للناس. انا كده خلصت، واتمنى ان الفكرة تكون وصلت. وبرضو يا ريت لو في اي اسئلة يا ريت برضو اسألوني، انا موجودة على طول على الجروب. امين. ميرسي.